اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله ماما هتعمل لكم صينية سمك ماكريل بالبطاطس، وممكن نقطع جنبيها بصل. يا رب النهارده الاكلة ان شاء الله تعجبكم. وتعالوا يلا بقى بينا اقول لكم المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو ونص من السمك الماكريل، ودولت 4 سمكات، وطبعا انت هتجيبي الكمية اللي عايزاها. وفي نوع تاني من السمك دوت سمك برضو ماكريل، بس بيكون اغمق من برا، القشرة هتلاقيها اغمق شوية، واللحم برضو من جوه بيكون اغمق شوية. والسمك الماكريل دوت طعمه احلى واغلى حبة من السمك الغامق. ومعانا طبعا السمك دوت بنجيبه بنفتحه كده وننضفه كويس، ونجيب ليمونة نعصرها كده عليه من برا ومن جوه، ونسيبه 10 دقايق، ونرجع نشطفه تاني ونغسله كده كويس، ويبقى معانا ابيض زي ما احنا مش شايفينه كده ونضيف. ومعانا بطاطس مقطعينها كده شرايح، ولو انتي مش هتعمليها على طول ممكن تحطيها كده في مية علشان ما تسودش. لو ما جربتيش السمك بالبطاطس، او لو خايفة تجربيه، او لو بتقولي طعم البطاطس مش هيكون حلو مع السمك، ما تخافيش، جربي حتى بطاطساية واحدة هتعجبك قوي، وهتعملي البطاطس على طول مع السمك. ومعانا توم، ومعانا طماطم وبصل وجزر وليمون وملح وكمون وكزبرة. ويلا بقى بينا نبتدي نعمل الصينية. طبعا التوم اللي معانا دوت دقناه كويس، حطينا عليه ملح وكمون وكزبرة وليمونة، والجزر والطماطم والبصل غسلينهم كويس. بشرنا الجزر، وطبعا مقشرينه بشرناه بالمبشرة، والطماطم قطعناها صغير حطيناها على الجزر، والبصل قطعناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنحطه عليهم. وهناخد الملح وكزبرة، الملح والكمون والكزبرة، وهنرش عليهم، وهناخد حتة من الثوم اللي دقناها هنحطها، وهنقلب كل دوت مع بعضه. لو انتي حابة تضيفي اي حاجة تاني تقدري تضيفيها، طبعا هتعملي الكمية اللي انتي تحبيها. ناخد بقى هنجيب الصينية اللي هنساوي فيها السمك، هنجيب بقى اي صينية حابين نسوي فيها السمك على النار، هنحط فيها الطبق كده، طبق كده من الجزر والطماطم والبصل اللي احنا عاملينها، نفردها كده في الصينية، ونرجع نحط فوقيها طبقة من البطاطس زي ما احنا مش شايفين، وهنرش عليهم برضو حبة تاني كده من الطماطم والبصل والجزر. وبعدين هنجيب السمك هنحشيه كده من التتبيلة اللي عملناها من الثوم والملح والكمون وكزبرة. لو انتي حابة تدقي مع التتبيلة دي فلفل ممكن تحطي. نحشي بقى السمك اللي معانا كده من جوه ومن بره كده برضو، نحط عليه حبة من التتبيلة، ونبتدي بقى برضو نحط بقى في كل سمكة حبة من الجزر والبصل والطماطم. وكده هنكون خلاص حشينا كله. هنحط بقى كل سمكة عكس التانية في الصينية زي ما احنا مش شايفين، ونعصر عليهم ليمونة، وهنرش على كل سمكة كده حبة من الزيت. وكده الصينية تكون جاهزة معانا، نقدر بقى نحطها على النار تستوي. وطبعا بتحطيها على نار عالية، اول ما تغلي معاكي بتوطي عليها النار، بتهديها بس كده شوية،
وتسيبيه كده يستوي براحته، ما تحطيش ميه ولا اي حاجه في السمك، لان الطماطم والبصل والحاجات ديت كلها بتنزل ميه بتاعتها. فهي كده بقى بيستوي. واول ما تلاقي البطاطس استوت معاكي يكون ان شاء الله السمك برضو استوى. وكده ماما تكون خلاص خلصت صينية السمك بتاعتها. ماما بتعملها حلوة قوي، ولو عملتوها كده هتعجبكم قوي. وبصوا بقى ماما هي فتحت لكم سمكة تشوفوها، شايفين شكلها حلو قد ايه، ومستوية كده من جوه، وطعمها بيبقى جميل قوي. وهتوريكم بقى كمان البطاطس. بصوا البطاطس مستوية وطعمها بيكون حلو قوي مع السمك، وجربوها هتعجبكم قوي. بصوا غرفنا السمك، وشايفين السمك وشايفين الصينية، ما بيلزقش في الصينية ولا اي حاجة. بس انتوا تاخدوا بالكم ان انتوا توطوا النار وتسيبوه نص ساعة تقريبا كده يستوي، وتبدأ تبصوا عليه وتشوفوه استوى ولا لأ. وتقدروا تقدموا مع السمك دوت بصل، تقطعوا بصل وتعصر كده عليه ليمون، وان شاء الله الأكلة تعجبكم. لو عجبتكم بقى اشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بنعمله، ودعمونا باللايك، وقولوا لنا ايه رأيكم في السمك النهاردة. وبألف هنا وشفا عليكم.